من خيمة اللجوء لمقعد الطيار، رح نحكي عن أول لاجئة سورية وصلت لمقصورة قيادة الطيارة. مايا غزال هي بنت سورية من دمشق، كانت عايشة حياتها مثل أي بنت طبيعية. لوقت التهجير والحرب حياتها كلياتها تغيرت، واضطرت تلجأ من بلدها مع عائلتها لبريطانيا. وهي كانت بوقتها مراهقة، حاملة معاها خوف كبير وحلم أكبر. وببريطانيا بلشت من الصفر تقريبا، لغة جديدة ونظام جديد وكل شيء مختلف، وحتى نظرة المجتمع لإلها لاجئ. وأكيد مثلها مثل كل اللاجئين واجهت صعوبة بالدراسة وباللغة. وبعد ما خلصت اللغة اختارت تخصص هندسة الطيران. بنت وهندسة الطيران رغم صعوبته ورغم التشكيك كامرأة ولاجئة، بس الحقيقة مايا ما تراجعت وفاتت على تدريب امتحان الطيران واجتازت كل اختباراته الصعبة. واليوم مايا غزال صارت كابتن طيار مدني وبتقود رحلات الركاب. تحولت قصتها لدليل حي إنه اللجوء ما له نهاية، وإنه الإصرار قادر يرفع الإنسان للسماء.